السلام عليكم البنات، مساء الخير عليكم. اليوم جيتكم في روتين مسائي سريع. الوصفة تاعي تاع العشاء تاع نهار اليوم هي افخاذ الدجاج المحشية اللي حضرتها معكم. راح نحمرها في لاكوكوت. عندي ملعقة خل، زيت زيتون، طماطم هريسة، زعفران حمار، فلفل اسود، راس الحانوت، وعندي توم. هاد الدجاج راح نحمره في لاكوكوت بهاد الطريقة كما راكم تشوفوا. يعني وجبة عشاء سريع. راح نوجد العشاء نتاعي وراح نخرج ونديكم معايا. هنا راح نمرقو غير بربع كاس ما، فقط ربع كاس ما، ونغلق عليه لاكوكوت. بهاد الطريقة ديجا الدجاج تاعي راهم تبل كيما شفتوا من قبل في الفيديو. بعد ما يطيب راح نقلي معاه مقلة فخيت. وهكذا تحصلت على عشاء سريع بفضل أفخار اللي كنت محضرتهم من قبل. بعد ما خلصت العشاء وجدت العشاء وخليته على جنب. يعني درت جولة خفيفة، صورت لكم بعض الحويجات اللي عجبوني، كما هاد لي كلاكيت، كما نقولوا البشامخ، هادو عجبوني بزاف. صورتهم لكم. عجبوني هادو اللي يجيو خفاف هكذا، راهم بلاستيك البنات، شوفوا، غير ب50 ألف، ومن الفوق راهم بلا فوغور. عجبني هاد النوع الثاني. شوفوا كيف راسها تجي شويه عاليه، ويجي هداك لو نو تاع البابيون، هادو 125. من بعد توجهت للمكتبة أنا وبنتي حبيبتي. يعني جابت نتائج جيدة. شيت لها بعض القصص، ورحنا تفرجنا في بعض الألعاب، وبقات تخير هكذا واش حابة. هنا صورت لكم هادو الألعاب تاع الذكاء والتركيز، أنا نحبهم بزاف بزاف. مرة على مرة نشريهم لولادي، سورتو هذه النوعية تاع الخشب، بزاف بزاف مليحة. هنا راني في لاكوبول، البنات اللي يعرفوا قسنطينة، كاين مكسبة مليحة لداخل. هنا صورت لكم بعض القصص، وخليت بنتي تشري الحاجة اللي تحبها. بعد ما خرجنا من المكتبة هذه اللي عندها يعني موسوعة كبيرة، رحنا المحل تاع الألعاب. دوك تشوفوا محل ما شاء الله. نعم ليكم هادو بعض الألعاب اللي عجبتها هي، راهي مصممة على لاكوافوز هذه. انا صورت بعض لي بوبي اللي عجبوها ثاني. هنا اللي تحب تشري لبنتها تشجعها، يعني اللي يجيبوا ولادهم نتائج مرضية، تشجيع مليح. هنا صورت لكم بعض الألعاب اللي عجبوها. كاين بزاف لي موديل، يعني كل واحد يشري على لي كاباسيتي تاعو. هادو الحويجات اللي عجبوها، يعني 100% طبخ في راسها. عجبوها حوايج المطبخ، عجبوها لي بوبي لي بحوايج الاكل كيما راكم تشوفوا. بعد ما كملنا هاد الجوله الخفيفه انا وبنتي، روحت للمنزل. قام العشاء عندي، حبيت نوجد لهم كيكه سريعه باه يفطروا بها غدوه الصباح. كيما تعرفوا الكيكات تاعي يجوني ما شاء الله. هاد الكيكه كيكه الموز والنسكافيه. المكونات كانوا كالآتي: حبة موز، تلت بيضات، عندي نص كاس ولا كاس غير ربع سكر حرش، نص كاس زيت، باكي نسكافيه، عندنا خميرة وفارينة. أول حاجة نجيو لبنان نتاعنا، الموزة نتاعنا، نمعسوها بهذا الشكل. راح نخدم فقط بالفوي، ما تحتاجوش باتر. ضفت عليها تلت بيضات نتاعي، كيما تعرفوا المول نتاعي هز تلت بيضات، وخفقتها هكذا مانيوالمون بيدي. من بعد رحت كيلت السكر. قام لبنان نتاعي على بالي بها حلوه، درت غير نص كاس. لا، على بالكم بلي البنان نتاعكم مش حلو ديروا كاس غير ربع. ضفت السكر كيما تشوفوا وخفقت. من بعد كيلت غير نص كاس تاع الزيت. تقدروا ديروا مام ربع، تقدروا تنقصوا الدهون. وزدت تخلط بهذه الطريقة. في هذه المرحلة بدات تشعلي الفوق 180 درجة مئوية. الفرينة دات لي تقريبا كاس وربع إلى كاس ونص. حطيت باكي خميرة وباكي تاع كابوتشينو. لو جو تاع البنان مع الكابوتشينو جاي هبل. القوام لازم هكا ثقيل باه تحصلوا على كيكه مليحه. دهنت المول تاعي بالزبده كما راكم تشوفوا، وصبيت الخليط ودخلته للفرن. هاي ليكم الكيكه تاعي جاتني ما شاء الله. درت لها كيما يحبوا الولاد سكر غلاس، تقدروا هنا ديروا عليها شوكولا ولا نوتيلا. شوفوا راهي خفيفه خفيفه كي القطن، وكي فيها الموز ما تجيش شايحه، راح تجي يعني منكهه وتجي طريه. نتمنى ان شاء الله الروتين المسائي ينال اعجابكم. ما تنساوش تضغطوا على